أنا زلمي ما بحضر كأس العالم من سنة ال94. ليش؟ شو صار لحتى ما عاد حضرت مباريات؟ والله ال50 بوصة ما بتكفي لهيك لمة ناس. وين بدنا نجيب حق ال75؟ خليك معقول يا شباب اهدوا. خير صلوا على النبي يا شو في شباب. انت وياه؟ عم نقلهم بدنا نعرض كأس العالم على شاشة 50 بوصة، مو عاجبهم، بدهم ياني جاب لهم شاشة تبع ال60 بوصة، من وين بجيب مصاري؟ شاركنا بالحديث مستو، بدنا نعرف رأيك. أنا زلمي ما بحضر كأس العالم من سنة ال94. ليش؟ شو صار لحتى ما عاد حضرت مباريات؟ لكن بني آدم مثل الوردة يموت كرمال مباراة. مشان شو؟ هات خيو حكي لنا شو صار. مو سمعانين بقصة أندريس؟ مينو هاد أندريس؟ وشو قصته؟ هاد يا غضبان شب مثل الوردة انقتل كرمال مباراة كأس عالم. يا لطيف، بال94 دخلت كولومبيا كأس العالم، وكان وقتها بالولايات المتحدة، وكانت كولومبيا طلعتها خصوصا بعد ما ربحت على الأرجنتين 5-0. إيه شو صار بعدين؟ المباراة الثانية كانت ضد صاحب الأرض الولايات المتحدة، وتجي لك الدقيقة 34 المنحوسة. أندريس كان مدافع وسجل بالغلط جول بمرمى كولومبيا. والله قامت الساعة وما عدت بكولومبيا، وقالوا له لك خليك برا ليهدى الوضع. بس المسكين ما سمع الكلام، حمل حاله على كولومبيا. ما في اسبوع زمان راح هو واصحابه ليسهروا، بيطلع له واحد تبع مراهنات وهالقصص المعته، كان محقون دمه لأنه بخسارة كولومبيا خسروا جماعة المراهنات مصاري خير الله. من كلمة لكلمة بيتعاركوا، بيجي هذا الحيوان تبع المراهنات بيشيل مسدسه وبيقوص أندريس 12 رصاصة. لعمة إذا صحيح. ربي يحمل معه. ما بيستاهل لهيك من والله. وقتها أنا زلمي بطلت أحضر كأس العالم. هنن جماعة المراهنات كلن وسخ بوسخ. رحمة الله عليك يا أندريس.